ركز معايا كده في هدف النادي الأهلي الأول أمام الداخلية، هتلاقيه نسخة من هدف النادي الأهلي أمام فاركو. الكورة في نص الملعب بتتقطع على طول من محمد هاني، وبيعمل تحول سريع جدا من الدفاع إلى الهجوم. بيلعب الكرة لإمام عاشور اللي على طول بيعلقها لمحمود كهربا اللي بيسندها على طول، وبيعمل محطة ولا أحلى ولا أروع لمجدي قفشة اللي بيلم الكرة بيمينه ويحط الكرة بشماله على طول في المرمى، ويعلن عن الهدف الأول للنادي الأهلي. هدف فيه محطة معمولة من مهاجم النادي الأهلي محمود كهربا، هدف فيه تحول رائع من الدفاع للهجوم وضغط عكسي مثالي من محمد هاني. أما عن لقطة ضربة الجزاء فهي ضربة جزاء صحيحة جدا. إسلام عبد النعيم سبق ياسر إبراهيم للكورة وبالفعل استلم الكورة، وبعدها ياسر إبراهيم تدخل عليه. بصوا أنا لحد دلوقتي مش فاهم فيه إيه. هو كل مباراة لازم نبقى موعودين كده بلقطة أو لقطتين لمهاجم النادي الأهلي وهو بيضيع فرصة ما بتضيعش، سواء كان كهربا سواء كان موديست سواء كان حد من الهافات بيضيع فرص ما بتضيعش. بص معايا كده الفرصة اللي فاتت دي، هتلاقي إن قفشة بيستلم الكرة في مكان كويس جدا وبيلف لفة صعبة جدا ما يعملهاش بصراحة غير محمد مجدي قفشة، وعمل أوفر على دماغ موديست اللي ريحها على طول لكهربا اللي جاي بوشه تماما للمرمى في الستة ياردة، ولكن الكرة بتقلش من رجله. انا بصراحة مش فاهم مسلسل اهدار الفرص بيستمر لمهاجمي النادي الاهلي، ولحد امتى مسلسل اهدار الفرص هيفضل يستمر؟ في الشوط الثاني كان مارسيل كولر بيتدخل ونزل عمرو السولية، وكان واضح جدا الواجبات اللي واخدها عمرو السولية في التسديد. بص كده هتلاقي دي عمرو السولية اول تسديدة ليه في اللقاء، سدد الكرة ولكن خبطت في المدافع. التانية هتلاقي ان امام بيرفع الكرة، ولو خدنا بالنا وعدينا عدد لعيبة الداخلية هنا جوه منطقة الجزاء هتلاقي ان 10 لعيبة من لعيبه نادي الداخليه زائد الجون اللي هم ال 11 لعيب جوه منطقه الجزاء. فحلها ايه؟ حلها التسديد. هتلاقي بعد ما امام رفع الكره وارتدت من المدافع، عمرو السولية على طول استلم الكره وسدد وخبطت في المدافع، واعلنت عن الهدف الثاني للنادي الاهلي. عمرو السولية كان واخد تعليمات في التسديد من خارج منطقة الجزاء نظرا لتكتل لعيبة نادي الداخلية داخل منطقة الجزاء، على عكس الهجمة اللي فاتت تماما. وده طبعا بعد ما دخل الهدف الثاني في نادي الداخلية. لو عدينا لعيبة الداخلية في الهجمة دي هتلاقي ان 9 لعيبة من لعيبة نادي الداخلية هم اللي بيقوموا بالهجمة، ولكن للأسف الكرة اتقطعت، وبرضه للأسف النادي الأهلي ما استغلش التحول ده. بص هنا هتلاقي موقف 3 على 1، عبد القادر معاه 2 لعيبة من لعيبة النادي الأهلي قصاد مدافع وحيد من لعيبة الداخلية، وكمان كان هيقطعها ولكن عبد القادر قدر انه يعدي ونايم الراجل قدامه، بدل ما يمرر الكرة او يعمل اي كرة عرضية او يلعب مع زمايله فضل ان هو يلعب فردي، ولكن للأسف انتهت الهجمة في ايد حارس المرمى. كلنا عارفين ان عبد القادر لعيب مهاري وسريع وعنده مهارات فريدة من نوعها كمان، لكن لازم يوظف المهارات دي لخدمة الفريق ويبطل يلعب فردي عشان يقدر يكون ليه مكان في تشكيلة النادي الأهلي الأساسية. في النهاية فوز مهم للنادي الأهلي ب3 نقاط مهمين جدا بيصعدوا بيك للمركز الثاني في سباقك مع نادي بيراميدز، لكن لازم الأداء يتحسن أكتر من كده. لازم نخف عرضيات غلط، لازم نخف تضييع فرص بالذات في المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك اللي الله أعلم هتتلعب ولا مش هتتلعب، ولكن لازم النادي الأهلي يكون جاهز لأي حاجة. وبالتوفيق للنادي الأهلي في اللي جاي إن شاء الله.